بعدين معاك. انت مجنون ولا ايه؟ طبعا مجنون بيكي. سنة ما بتعبرنيش، ايه الحكاية؟ اخويا لو جه هتبقى مشكلة. لا مراقب البيت كويس قوي وعارف انه ما بيجيش دلوقتي. لا تشوفك ازاي وامتى وفين. انسى. انسى مين؟ انساني. انت تتنسي وانت تتنسي برضه. طب امشي دلوقتي. يوم الثلاث الساعة 5 في سيسة. امشي امشي. يوم الثلاث في سيسة 5. اتفضل. 200,000 فوطة دول حضرتك هتستلمهم هنا ولا في ليبيا؟ بستلمهم هنا وانا بتصرف، المهم السعر. لا ما تخافش، احسن كواليتي واحسن سعر اجيبهولك انا بنفسي. هذه ما هتبقى اخر مره اذا استريحت معك. كل شهر بيصير في شحنه زي ذي. انا تحت امرك ودايما في خدمتك. متى تجيب لي السعر؟ حضرتك نازل في اوتيل ايه؟ سيسل الغرفه 101. اوكي، الساعة 6 بعد الظهر هعدي عليك معايا الاسعار والعينات. باهي. شرفت وانست. مع الف سلامة. ايوه يا حاج جابر. ايوه يا عاصم بيه. بتقول كام؟ 200,000. بس دي كمية كبيرة قوي. ما هو ما فيش الكمية دي. طب عموما اديني اسبوع المهم لك من السوق. ايه؟ العينة والسعر؟ على فين؟ فندق سيسل؟ ماشي. ابعتهم لك الساعة 6 بالليل. ماشي يا عاصم بيه، مع ألف سلامة. وشك حلو قوي يا سعالي. خير يا معلم. في واحد ليبي طالب 200,000 فوطة. ياه 200,000؟ لا وإيه، والوسيط بيقول كمان إن كل شهر في زيهم. ودول يا معلم يعملوا فلوس كتير؟ طبعا، بس أهم من الفلوس إنك بتفتح أسواق جديدة. يا عيني عليك يا معلم جابر يا أبو المعلمين كلها. بقول لك إيه، مش عايزك تنسى المركب بتاعتنا، لا ده أنا عايزك تحطها في دماغك، هتنفعك. تنقل عليها البضاعة اللي مسافرة أو نجيب لك البضاعة اللي جاية. قول يا رب. يا رب يا معلم. بالإذن بقى عشان ورايا شغل متلتل والمحل محلك. إذنك معاك يا أبو المعلمين. 1000 مليون سلامة. ولا ايوه، انت مفيش حاجه تستخبى عليك في البلد دي خالص. عرفت الموضوع ده امتى وازاي؟ موضوع ايه؟ الفوط والراجل الليبي. فوط ايه وليبي ايه؟ انت شارب حاجة علي؟ لا امال انت جيت هنا ليه؟ صدفه؟ انت هتحقق معايا. يبقى رانديفو ضربتك بومبا. علي خلاص ما تزعلش. انت اللي جابك هنا؟ صفقه يا محمود، بس تكسب دهب. عشان كده بقى عمال تقول لي عرفت وما عرفتش. انا فاكرك جاي علشانها. ولا عندي اي فكرة. يبقى خلاص اطلب لنا بقى واحد شاي علشان خاطر نعرفه ونحكي لكم بمزاج. جرسون. عندك 3 انواع، انجلترا وفينيسيا والملاك. الدستة الكبير منها ب 45 ساغ، الوسط 38 والصغير 30. باهي. والالوان زي بعضها. زي بعضها ازاي يا عم الشيخ؟ ناخد على سعر الابيض. ما تجيش، الصباغه دي مش بفلوس. الاسعار اللي انا بقولها لك دي للابيض. حبيت تاخد فروزي الدستة هتزيد قرشين ساغ. وبعدين شوف الخامه، ده قطن 100%. لو تعرف انا عملت ايه عشان الم لك الكميه دي من السوق كنت تشكرني. باهي. ها قلت ايه؟ قلت اترك لي فرصه يوم ولا يومين واترك لي العينات. يومين مش اكتر، الاسعار ممكن تتغير وترجع تزعل. الله ما يجيب زعل. اتفقنا. العينات عندك وهعدي عليك بعد يومين. سلام عليكم. انت متأكد يا علي ان هي دي اللسه اللي راحت له؟ ايوه، انا جايبها من ايد صبي المعلم جابر بذات نفسه ودافع فيها 20 جنيه بحالهم.
وهو الليبي دفع عربون ولا لسه؟ لسه هياخد له يومين 3 يشوف فيهم السوق ويدرس الاسعار. دي بقى فرصتنا، دي بقى فرصتنا دي. كمال، انت تنزل مصر على اللازر والحسين تنقي عينات احسن وباسعار اقل، فاهمني؟ انا بقى هطلع على المنصوره والمحله وطنطا. واني انت تفضل هنا تراقب الراجل الليبي ده زي ظله هو والاخ اللي جايب له البضاعه، فاهمني؟ 1000 جنيه عربون، ولما يستلم ويبتدي يشحن يوصلك الباقي. في بيتها يا عاصم بيه. اوعى يكون حد خد خبر. عيب، هو انا عبيط؟ ده الزبون بيتلهف في ثانيه. خلاص ميعادنا بعد بكره. اللي فيه الخير يقدمه ربنا. السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. مع السلامه يا عاصم بيه. اظن بقى لا لقيت عينات بالنظافه دي ولا بالاسعار دي، ها؟ لا وشوف الفينيسيا اللي هو جايب لك الدستة الكبير منها ب 45 ساعة، احنا جايبينها لك ب 42 بس. لا وخد بالك بقى، الراجل بتاعك التاني جايبها لك ساده، احنا جايبينها لك جاكار، ما تقولش. بعدين بقى العينه بتاعتنا وريله، العينه بتاعتنا 24 وبره، الثانيه 20 وبره بس. باهي من دلكوا علينا. معقوله يا راجل، تاجر كبير زيك ينزلوا اسكندريه وما ناخدوش بيه خبر ليه؟ واحنا نايمين على ودنا. ده اسكندرية كلها ملهاش سيرة غير ذوقك وكرمك. الله يخلي لي اياكم. ايه؟ قلت ايه؟ ابغى الكميه كلها، هتعرفوا؟ طبعا كل شهر. كل يوم لو عاوز، اهم حاجه تكون مبسوط. وبعدين احنا هنشحنوا لك على مركبنا، يعني هنوفروا لك ياما. مش كل حاجه المكسب، المهم نكسب صداقتك. واذا ما كسبناش منك النهارده يا سيدي هنكسب منك بكره. ايش المطلوب مني دلوقتي؟ عربون بس عشان ندي اوردر بالكميه كلها. لو مفيش خلي عنك خالص. 1000 جنيه كفايه؟ يا راجل فلوسك وفلوسنا واحد. والله ما انت قايم، خليك انت بس كمل عدل. افتح انت يا علي. مساء الخير. مساء النور. الشيخ زريجي موجود؟ اه موجود، اتفضل. اهلا خي عاصم، هذا الاستاذ محمود ودول اخواته تجار زيك بالضبط. اهلا. بس بصراحه جايبين اسعار ارخص من اسعارك، والتجاره شطاره، وما بين البايع والشاري يفتح الله. لكن انا اتفقت معاك ودفعت عربون للتجار. خي عاصم، ايش تسوي لو كنت مكاني؟ هذا رزقي ورزق صغاري. بتعمل ايه؟ يا محمود في حاجه حصلت؟ اتفضل اتفضل يا حاج، ادي فلوسك. ايش؟ معلش احنا رجعنا في الديل. ايش الديل هذا؟ الديل يعني ايه؟ رجعنا في البيعه. انت بتقول ايه؟ يا محمود فهمنا ايه اللي حصل. احنا اسفين لو كنا مع بعض. مش مهم، المهم حلال عليك البيعه. ان شاء الله يا حاج نبقى نعوضها لك وقت تاني. ماني فاهم حاجه. والله ولا انا. يلا يا جماعه عن اذنكم. ممكن تديني سبب واحد للي انت عملته ده؟ بكره تفهم. يعني ايه بكره؟ فما تفهمني دلوقتي. يا محمود انت لازم تفهمنا ايه الموضوع. ما هو مش ممكن بعد التعب والسفر والتربيط ده كله تسيب الحكايه كده من غير اي سبب. انت صحيح اخونا الكبير. الكلام ده في البيت، احنا هنا شركاء. استنى انت بس يا كمال. لا استنى انت يا حبيبي. بص يا محمود، يا تفهمنا ايه اللي بيحصل بالظبط